في عضو بيبدا يشتغل في جسمك من وانت جنين وعمره ما يقف لحظه. تقدر تتخيل معايا ايه هو العضو ده؟ القلب. القلب عباره عن عضله مجوفه، مكون من 4 حجرات: اذين ايمن واذين ايسر، بطين ايمن وبطين ايسر. احنا عندنا الاذين الايمن اهو والبطين الايمن اهو. في الاذين الايمن متصل بوريدين، وريد اجوف علوي ووريد اجوف سفلي. الوريد الاجوف العلوي بيجمع الدم من جميع اجزاء الجسم اللي فوق ويصب في قلب الاذين الايمن ده، والوريد الاجوف السفلي بيجمع الدم من جميع اجزاء الجسم اللي تحت ويصب برضه في الاذين الايمن ده. بعد كده ايه اللي يحصل؟ الاذين الايمن ينقبض، فالصمام يفتح، فالدم ينزل لغايه البطين الايمن، ومن البطين الايمن لما يتملأ الدم البطين الايمن برضه ينقبض، فيضخ الدم عن طريق الشريان الرئوي، والشريان الرئوي يبعت الدم للرئه. الرئه تعمل ايه بقى؟ تحول الدم ده من دم فيه نسبه اكسجين قليله لدم مؤكسج مشبع بالاكسجين. بعد كده ايه اللي يحصل بقى؟ الرئه هتبعت الدم المؤكسج ده عن طريق حاجه اسمها بنسميها الوريد الرئوي لغايه الاذين الايسر، فالاذين الايسر يتملى بالدم المؤكسج. الاذين الايسر بقى هو الاذين الايسر برضه هينقبض، يضخ الدم عن طريق يضخ الدم، فلما يضخ الدم الصمام ده هيفتح لبين الاذين برضه والبطين، فلما الصمام يفتح الدم هينزل في البطين الايسر، ولما الدم ينزل في البطين الايسر برضه هيحصل ايه؟ البطين الايسر هينقبض ويضخ الدم عن طريق الشريان الاورطي، ومن الشريان الاورطي يتوزع لجميع اجزاء الجسم.